السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لتاني مرة نعتذر عن طول الغياب لأن الامتحان بتاع المرة اللي فاتت يعني ما كانش أي امتحان. ده كان امتحان الباثولوجي. وما أدراكم ما امتحان الباثولوجي. إن شاء الله تعرفوا يعني إيه امتحان الباثولوجي لما تدخلوا كلية طب بإذن الله، أو أي كلية أنتوا تحلموا بيها بإذن الله. يا رب اليومين بتوع المواد التي لا تضاف يكون يعني فاتكم وقلل من توتركم شوية، وإن شاء الله الامتحانات الأساسية تطلعوا منها مبسوطين وتعدي عليكم بسرعة كده وتكونوا محققين حلمكم وحلم أهليكم بإذن الله. في ناس كتير طلبت مني الفيديو ده. بإذن الله هكلمكم النهاردة عن كل ما يخص ليالي امتحان العربي. أول حاجة وهي أنا سبت كام يوم قبل امتحان العربي، ازاي اعمل جدول الم بيه محتويات المنهج بتاعي، تطبيق عملي. يعني انا هوريكم الجدول اللي انا عملته، والله يعني تعبت فيه ولكن كل حاجة تهون عشانكم. والله ربنا يوفقكم ويكرمكم. تبدأوا بالصعب الاول ولا بالسهل؟ تسمعوا مين في ليالي الامتحان؟ معلش اعذروني الفيديو هيكون دسم شويتين، ولكن باذن الله يفيدكم. كملوا الفيديو للاخر وهتستفيدوا باذن الله. اول حاجه وهي اني سبت 8 ايام للعربي. هتسالني 8 ايام دول ليه؟ هقول لك من التقسيمه اللي انا كنت عاملها ومن مثلا مستواي في بعض الدروس انا قررت ان انا اسيب 8 ايام للعربي عشان كان عندي شويه نقاط ضعف عايز اقويها. تمام، فانا سبت ال8 ايام دول. انت عايز تسيب اكتر من كده براحتك، عايز تسيب اقل من كده براحتك. انا تعمدت ان انا انزل الفيديو ده بدري شويه عشان تبقى انت قدامك لسه الفرصه ان انت تاخد القرار وتسيب الايام اللي هي مناسبه ليك. تمام. وفي نقطه مهمه برضو عايزكم تاخدوا بالكم منها. انا بنقل لكم تجربتي، التجربه بتاعتي دي تستفيدوا منها. يعني مش شرط اللي انا بقوله تنفذوه 100%. تمام، انتوا استفادوا من التجربه على قد ما تقدروا، وكل واحد فيكم باذن الله يكون ليه تجربه مختلفه عن التاني، وباذن الله تكون التجربه ديت اخرتها نجاح باذن الله وتحقيق الحلم. طيب ازاي انت نفسك اصلا تعمل جدول مش بس في العربي ولكن في كل المواد؟ تمام، يعني انت يعني مش هتلاقيني في كل المواد، لا ما تقلقوش، باذن الله اكون معاكم في كل المواد، ويعني هعرفكم على قد ما اقدر كل حاجه، ومش هتدخل اي معلومه تفيدكم باذن الله. وربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب وتحققوا احلامكم. اول حاجه وهي ان انت تجيب ورقه كبيره وتفتح الفهرس بتاع الماده وتبدا تنقل محتويات الفهرس ده في قلب الورقه اللي انت كاتبها زي اللي هتظهر قدامكم دي. الورقه ديت انا كنت كاتب فيها محتويات المنهج عشان اعمل لكم الجدول اللي انا هوريه لكم باذن الله في اخر الفيديو. ثم بعد كده تبدا ترتب اولوياتك. يعني ايه ترتب اولوياتك؟ يعني مثلا تبدا بالاجزاء والدروس اللي انت ما فتحتهاش خالص، ثم الدروس اللي انت ذاكرتها بس ناسيها، والدروس الصعبه او الدروس اللي انت بتستثقلها. تمام، ثم بعد كده بقى الدروس السهله او الدروس اللي انت فاكرها. لان انت لو بدأت بالسهل هتحس ان انت لسه قدامك يعني هم كبير على قلبك كده، ومش هيخليك تعرف تركز في الجزء اللي انت بتذاكره. طب وليه؟ ذاكر الاول الجزء الصعب، ذاكر الاول الحاجات اللي انت سايبها او مراكمها، وبعد كده هتلاقي الحاجات السهلة باذن الله تخلص معاك بسرعة، وهتكون انت مرتاح حتى لما تخلص الاجزاء الصعبة اللي انت هتبدأ بيها. وبعد كده بقى تبدأ بقى تعمل جدول ومسطرة وقلم، وتبدأ تقسم المحتويات المنهج ده والاولويات اللي انت رتبتها على الايام. تمام، زي ما قلت لكم عدد الايام ده براحتكم. انتوا شايفين العربي اكتر من كده براحتكم، شايفين له اقل من كده براحتكم. وده الجدول اللي انا عملته لكم. الجدول ده يعني بمثابة تطبيق، عايزين تاخدوه زي ما هو. تمام، هو الحمد لله شامل كل حاجة. عايزين برضو تاخدوه وتعملوا عليه تعديلات على حسب برضو الحاجات الصعبة اللي انا قلت لكم عليها. عايزين اصلا ما تبصلهوش خالص وتعملوا انتوا جدول لنفسكم. انا عرفتكم الطريقة براحتكم برضو، يعني دي حاجة ترجع لكم. الجدول بإذن الله هنزله لكم على التليجرام او على المنتدى، او انتوا خدوا سكرين شوت انا هنزله لكم دلوقتي. يعني في نقطة بس بسيطة عايز اكلمكم عنها بخصوص الجدول. طبعا انا مش حابب اقول لكم محتويات الجدول، يعني الجدول بإذن الله شارح نفسه. ولو احتجتوا اي سؤال اي استفسار اي حاجة تخص الجدول يعني اسألوني في التعليقات، انا بإذن الله بحاول ارد على التعليقات كلها. في بس تعليق صغير كده على الجدول، وهي ان البلاغة والتعبير لازم تسمع لهم فيديو شامل، يعني تكون مراجعتك سماع. تمام، وبعد كده بقى لو حبيت تقرأ من المذكرة اللي المدرسين بينزلوها او تقرأ من مذكرة معاك انت بتذاكر منها طول السنة كويس. انا حبذ لك ان انت تسمع من مستر محمد صلاح، انا بحبه الصراحة. حبيت تسمع من مستر رضا الفاروق، مستر وليد محسن، كلهم يعني ما شاء الله ربنا يزيدهم علم ويبارك لهم بإذن الله. تمام، ده وجهة نظري، انا بقول لك مستر محمد صلاح. ونقطة مهمة جدا برضو يا شباب، ان المدرسين اللي على اليوتيوب بينزلوا ليالي الامتحان مجانية، زي مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق. بينزلوا كل يوم تقريبا بث مباشر يحلوا فيه امتحان شامل. البث المباشر ده مهم جدا يا شباب، لانه هيعرفك ازاي تتعامل مع الامتحان
وازاي تجاوب على الاسئله وتبدا بانهي فرع، النصوص ولا الادب ولا القراءه. تمام. فبيبقى مهم جدا، يعني ما تضيعوش على نفسكم الفرصه دي، وباذن الله تعرفوا قيمته وانتوا قاعدين في الامتحان. فانت لما البث ينزل لو فاضي اتفرج عليه، لو مش فاضي دلوقتي سيبه مثلا لحد ما تخلص مذاكرتك واتفرج عليه بالليل. ربنا يبارك لكم في وقتكم. وبس كده، مش عايز اطول عليكم. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحاولوا تنشروا الفيديو ده وتبعتوه لزمايلكم، لعل واحد منهم يستفيد ويدعي لكم دعوة حلوة كده، او يدعي لي. تمام. وما تنسوش برضو اللايك الجميل والاشتراك. ودمتم بخير.